السلام عليكم يا جماعه. لسه حصل معايا موقف في الهايبر ماركت اللي في ظهر ده، مش عايز اجيبه ولا عايز اجيب اسمه ولا اتكلم، عايز اتكلم في مشكله تانية. دلوقتي انا كنت جوه، كل ما في الموضوع ان انا داخل على السريع عايز اخد معايا قالب جبنه. المهم دخلت، فطبعا اللي بيدخل الماركتات دي لازم يقطع تيكت عند الجبن او اللحوم بتاعه وبيقف. لقيت النمره بتاعتي 64 ورحت واقف، لقيته لسه بينادي على 31. قلت انا هقف ده كله؟ ببص يمين وشمال، اللي واقفين كلهم ما يكملوش 10 تنفار، بس الاربع خمس شباب اللي واقفين شغالين وهم مخنوقين على اخرهم. قلت يمكن صاحب الماركت مضايقهم ولا خانقهم ولا الاجور ضعيفه، ربنا يعينهم، وهم واقفين شغالين طول اليوم. المهم 5 دقائق 10 دقائق كده واقف، الطوابير والناس اللي بتتحرك قليله قوي، فرحت جاي على الاقرب ولد واقف قدامي بعد الازاز. قلت له بقول لك ايه بعد اذنك، ما اقدرش استاذنك، انا عايز بس قالب جبنه بيضه، استاذن الناس اللي واقفين ولو كده تجيبوا لي. قال لي ما قلتش ايه، ما انا لسه كنت بجيب قالب جبنه. فسكت، قلت له طيب ماشي، رحت ساكت ما رضيتش اتكلم معاه خالص. المهم لقيت الولد اللي واقف جنبي مؤدب قوي، قال لي بقول لك يا عم وانت عايز بس قالب جبنه بعد اذنك يا كابتن حطه لي مع الاوردر بتاعي. هو كان بيشتري، فقال يعني معايا واجب. قلت مصلحه، ربنا بعت لي اللي يفك ايه الزنقه اللي انا واقفها دي على قالب جبنه مش مستاهل. وقفت 5 دقايق 10 دقايق، لقيت الراجل اللي جنبي عمال يطلب حاجات والتاني ايه عمال يقطعها له ببطء قوي، يقول له عايز حاجه ثانيه. مكسوف اقول له طب مشيني واديني قالب، لغايه لما لقيت الشاب اللي هو كان واقف جنبي بيقول للولد اللي بيقطع، بيقول له بقول لك ايه، ما تمشي الاستاذ وادي له قالب الجبنه، انا لسه طلباتي كتير. قال له لا مش هينفع. راح مديني ظهره وماشي. حبه قال مش عارف عايز لانشون، فبيفتح الثلاجه يطلع اللانشون، لاني مركز قوي معاه، ما انا مستعجل بقى، انا بقالي بتاع داخل على ربع ساعه ولا ثلث ساعه واقف مستني قالب جبنه. لقيته قفل الثلاجه، قال له لا اللي جوه دي مش حلوه، انا هنزل اجيب لك منين، من تحت من المخزن. بقيت واقف مستغرب، يا ابني طب مشيني انا، بس مش قادر اتكلم، ما هو انا برضه واخد دور مش دوري. حبه جاب اللانشونات وراح طالع عايز نوع ايه، قال له اي حاجه، لا ده حلو ده مش عارف ايه، قعد يتكلم معاه في كذا حاجه ويطول، وكأن الولد قصد ان هو يغيظني. المهم حبه لقيت الشاب اللي كان جنبي قال له بقول لك انا مش مستعجل، ما تدي له القالب بتاعه وتمشيه. قال له انا لسه هقطع الجبنه الرومي، ما ينفعش امسك بيها قبلها جبنه بيضاء. قلت له والله ما انا عايز، ورحت سايبه وماشي. بس انا طلعت يا جماعه من الموضوع ده بحاجه، ان فعلا من افعالكم سلط عليكم. ما هو احنا عمالين نخنق في بعضينا، لازم الدنيا تخنق علينا. ربنا يصلح حالي وحالكم، ونتعلم ان احنا نكون من الناس الجدعان اللي بتبسط الامور اللي حواليها. ربنا اسمه الباسط واسمه الواسع، ما تضايقوهاش على بعض. ربنا يصلح حالي وحالكم. السلام عليكم، مسوا بالعافيه.